ألف مبروك لأشقائنا في المغرب الشقيق. الأداء المشرف اللي قدام منتخب المغرب سواء في المجموعات أو إحنا في دور ال16 أو في دور ال8 حتى وصلوا اليوم أمام فرنسا. يعني في النهاية كان كلنا طبعا ثقة في الفريق المغربي، كانوا ند قوي جدا أمام المنتخب الفرنسي. المغرب تفوز وتصل للدور النهائي لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة. النصف النهائي الثاني الأرجنتين وكولومبيا. اللي يكسب من هنا هيلاعب المغرب. الآن منتخب الشباب يصل إلى الدور النهائي، وأنت بتتفرج على المباريات تشعر إن هذا المنتخب قادر عادي جدا إنه يفوز بكأس العالم، إنه يعمل زي غانا ما عملت في مصر في 2009 لما فازت بكأس العالم للشباب وكانت البطولة في مصر، ويصبح تاني منتخب إفريقي يتوج بكأس العالم للشباب. المغربي فاز في كأس العالم للشباب على فرنسا وصعد للدور نهائي لكأس العالم للشباب. المغرب فازت على فرنسا. شباب أسود الأطلس أعتقد بيأكدوا امتلاك المغرب مشروع كروي حقيقي قادر يثمر هذه الثمار القوية في كل الاتجاهات لكرة القدم. وصول المغرب نهائي كأس العالم مليون مبروك، لكن محزنين كمصريين ان منتخبنا ده كان عدم وصول المنتخب المصري من المجموعة للدور الثاني من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لا يعد فشلا في هذه المجموعة، وانت بتلاعب مدارس في الكرة قليلة ما هياش كبيرة. ألف مبروك على الأداء البطولي اللي هم قدموه من أول مباراة حتى اليوم، أداء راقي. كانوا نموذج مشرف الحقيقة للعرب. المغرب كان منافس قوي، ما كانش أبدا يعني خصم سهل أو ضعيف أمام المنتخب الفرنسي. بنبارك جدا للمنتخب المغربي اللي بيشرف القارة الإفريقية وبيكرس أفضليته على الساحة مش بس بقى الإفريقية، على الساحة العالمية. النهاردة اسم المنتخبات أو لاعبي كرة القدم المغاربة خلاص بقى اسم عالمي بشكل واضح جدا. الثقة تنتقل ما بين الأجيال، من منتخب أول وصل إلى رابع العالم، أطاح بإسبانيا، أطاح ببلجيكا، أطاح بالبرتغال، إلى المنتخب الأولمبي اللي تألق في أولمبياد باريس، وصل إلى المركز الثالث وحقق ميدالية برونزية تاريخية. الآن منتخب الشباب يصل إلى الدور النهائي، وأنت بتتفرج على المباريات تشعر إن هذا المنتخب قادر عادي جدا إنه يفوز بكأس العالم، إنه يعمل زي غانا ما عملت في مصر في 2009 لما فازت بكأس العالم للشباب وكانت البطولة في مصر، ويصبح تاني منتخب إفريقي يتوج بكأس العالم للشباب. تحية كبيرة من هنا. ومن الناحية الأخرى في طبعا إحباط إن منتخبنا للشباب ظهر بهذا الشكل ضد منتخبات مش مرتفعة المستوى، والأسوأ من كده إن المدرب يكون مش مقدر فوارق المستوى ما بين دولة زي اليابان ودولة زي نيوزيلندا. أعتقد ده شيء غير لائق أبدا. المغرب أدى على أفضل ما يكون، عشان كده شفنا الناس اتفرجت على المباراة، حالة التشجيع والهتاف اللي كانت موجودة في المدرجات المغربية، الناس كلها كل الجمهور المغربي وقف وحيا فرقته. أكيد كل العرب النهاردة ممتنين لهذا الأداء المحترم والراقي لمنتخب المغرب. فأنت بتلعب في مجموعة فيها أسبانيا، فيها البرازيل تتألق وبتكسب أسبانيا وبتكسب البرازيل وتتأهل نهائيات. صحيح. نهائي بتلعبوا على أول فريق في البطولة خالص. يا الله. طب شوف الفرق قد إيه، لأن هناك نظام. أنت لما تقارني بين الاتحاد المصري لكرة القدم، أو بمعنى أدق تقارني بالكرة المصرية والكرة المغربية، هتعرفي الفرق ايه. طبعا. مش بس عشان احنا عندنا هنا وريده وهم عندهم فوز لقح. المساله مش مرتبطه باشخاص، مرتبطه بنظام. نعم. سيستم معمول. صحيح. هناك منتخبات تكسب كل على مستوى المرحله العمريه وتكسبها لحد المنتخب المحلي. يا جماعه انتوا في الاخر بتمثلوا منتخب مصر. من المفترض كمان ان انت من الاول وانت اول ما يعني وانت بتلعب قدام اليابان وانت بتلعب قدام نيوزيلندا وانت بتلعب قدام تشيلي، من المفترض ان انت بتلعب في مجموعه نسب المجموعه الصعبه. امال لما تشوف مثلا زي منتخب المغرب اللي كان بيلعب في مجموعه فيها اسبانيا، فيها البرازيل، يعني في نفس البطوله، في نفس البطوله اصعب يعني مجموعة. انت بتقابل اثنين من اللي هو بتقابل اثنين منافسين بيلعبوا دايما نهائيات. صحيح. نهائي بتلعبوا على واسبانيا كمان من الدول اللي عندها منتخبات في المراحل العمريه الصغيره على أعلى مستوى. المغرب وتفوق المغرب وإنجازات المغرب على صعيد مختلف، المنتخبات والأعمار السنية. منتخب المغرب هو رابع العالم مونديال قطر 2022. منتخب المغرب للمحليين بطل أفريقيا للمرة الثالثة. منتخب المغرب الأولمبي بطل أفريقيا وبرونزية أولمبياد باريس. منتخب المغرب للشباب وصيفا لأفريقيا. منتخب المغرب للناشئين تحت 17 سنة بطل أفريقيا. منتخب المغرب
المغرب للسيدات وصيف افريقيا. يعني ايه ده؟ مش زي ما بس قلت لك. شباب ولا منتخب اول نقول جه بالصدفه كده معاه كاس العالم لا، ما عشان كده ده قلت لك ده مختلف سيستم، ده الملعب. سيستم. انت رايحه البطوله بالعافيه، على عكس التاني رايح بتألق. انت رايحه لمجرد صحيح. تمثيل المشرف، وحتى ممكن بتفشلي فيه، وانت منتظره التأهل باقدام الاخرين، تأهلي في اخر لحظه وفي الوقت القاتل، وبشكل مش عايز اقول يسيء، لكن فوضى وعشوائيه في اللي حصل. بعكس المغرب نظام ده بيرجع تاني لنجاح على مستوى كل الاعمار من السنيه. المسؤول عن هذا النظام استاذ عاطف؟ هل الاتحاد. فوزي لقجع رئيس لا الاتحاد؟ انا دايما بحب طبعا وجود فوزي لقجع على راس الاتحاد المغربي، اكيد بيديله باور جامد جدا جدا، وبيديله نوع من النجاح. لكن في الاخر انا بحب دايما منظومه العمل تكون منظومه ناجحه، لانه ده في الاخر ده عمل جماعي. لكن طبعا ده معناه انه عندنا فشل كبير جدا جدا. يا جماعه مره ثانيه اتحاد الكوره من المفترض انه بعد ما الدوري بقى ملزم من رابطه انديه بمشاكله بما فيه الدوري، كان دايما ايه مشكله القائمين على الكره المصريه؟ انه دايما بيغوصوا ويغرقوا في مشاكل الدوري. لا، الدوري بقى موجود، فانت مفترض ان انت كل وقتك وجهدك تركيزك على النهوض بالكره المصريه من خلال منتخباتها. لحد النهارده عندنا استثمار في كتير من الانديه، عندنا لعيبه بتأيد بفلوس، عندنا ملاعب غايه في السوق ما بينفعش تلعب عليها. طبيعي ان ده هيكون نتاجه هذه المنتخبات الهشه والضعيفه. تمكن المنتخب المغربي للشباب من تحقيق إنجاز تاريخي بوصوله لنهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة عقب فوزه الرائع في نصف النهائي على المنتخب الفرنسي. إنجاز جديد يضاف لسجلات الكرة المغربية، وهو أيضا تجسيد للعمل الكبير الذي تقوم به الجامعة المغربية على مستوى جميع الفئات الشبابية. المنتخب المغربي أصبح من كبار العالم بعد وصوله التاريخي لنهائي مونديال الشباب وتفوقه على كبرى المدارس العالمية في لعبة كرة القدم. البداية كانت بفوزه على منتخب إسبانيا والبرازيل وتصدره المجموعة الأصعب في البطولة، وبعدها تجاوز كوريا الجنوبية في ثمن النهائي وأطاح بأمريكا من دور الربع، واليوم عبر للنهائي أمام فرنسا. مسار ناجح للمنتخب المغربي للشباب في انتظار تتويج سيكون تاريخيا بكل المقاييس بلقب كأس العالم لأقل من 20 سنة. شاركونا رأيكم وآرائكم من خلال التعليقات